واليوم وصفتنا سلطة، بس مو أي سلطة، رح أعملكن أطيب وأشهى سلطة فواكه بطريقة بسيطة وسهلة كتير. والحلو بهي السلطة إنه لعبة حرة، شو في عندكن فواكه بالبيت بتحطوه بالكميات اللي بتحبوها. أول شي قشرت التفاح، رح حط تفاح، الحمد لله كان في عندي تشكيلة من الفواكه، وكمان رح حط معها مانجا، يعني فيكن تقولوا سلطة فواكه مدللة. وهون قطعتهم وبحاول خلي حجم القطع متساوي قدر المستطاع، يعني وخلوا حجم القطع صغير شوي. وهون قطعت المانجا، ومثل ما خبرتكن فيكن تحطوا أي نوع فواكه متوفر عندكن. وكمان قطعت الكيوي، ويا لطيف كم مرة قلت قطعت بهالفيديو، دقيقين الملاحظة عدولي كم مرة قلت قطعت. ولتكمل معنا هيك ألوان سلطة الفواكه لازم شوية فريز. وطبعا أنا مو سريعة لهالدرجة بالتقطيع، مسرعة الفيديو. وهون قطعت نجاص، وقطعت حبتين من الموز. الموز والتفاح بحسن من أساسيات سلطة الفواكه، فحاولوا يتوفروا. وحبة بردقان وكم قطعة أناناس، وكاسة من عصير المانجا. إذا ما توفر عصير المانجا ممكن تحطوا عصير بردقان، وإذا بدكن يا سميك بتحطوا له معلقة من النشا وبتغلوه على النار. ويعني سلطة الفواكه بدها شوية هيك قشاطي، كنت عاملة قشطة فحطيتها على الوش، وشوية مكسرات وشوية عسل. شوفوا لي ما شاء الله شكلها شو بيشهي، وطعمتها على أشهى كمان. جربوها، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك.